الاهلي مع كولر. حلو. وده مش هيغير كلامي حتى لو الراجل خسر النهائي. صح. في تطور حصل مع كولر، في حاجه بتحصل مع كولر بتتنفذ مع الاهلي. بس الناحيه الثانيه انا وانت كنا في نهائي الوداد السنه اللي فاتت وشفنا قد ايه الملعب ده ملعب صعب جدا، وشفنا قد ايه عامل الجمهور والجمهور المغربي حاجه عظيمه. انت شفت صح. وانا شفت وكلنا يعني كنا هناك. شيء لا يحتمل. لا يحتمل. ضغط صعب جدا جدا. اصعب اجواء. انا يمكن شفت ماتشات كتير في اخر 3 سنين دي بره وبتاع. اصعب جمهور شفته في حياتي. انا رحت للمغرب نفسها. جمهور ضدك يعني، لكن لو جمهور مع فرقتك هو داعم بشكل رهيب. دي حاجه قويه جدا. انا بدأ شكر يعني اقوى من جمهور المغرب كدوله، اقوى من جمهور الارجنتين، اقوى من جمهور المكسيك. انا مش بهزر. اصعب وانشف جمهور واكتر جمهور منظم شفته في حياتي. لا غير منظم بقى كمان. انا عاجبني الجمهور. لو تفتكر يا مروان واحنا هناك الجمهور ما بيضيعش مجهود. ما عشان كده بقول لك على فكره ده نظام. جمهور ذكي يعني. بمعنى ايه؟ احنا عندنا في مصر الجمهور بيبتدي يشجع من الساعه 3. على فكره ده اللي حصل هناك. فاكر احنا رحنا يا معلم 60,000 واحد واقفين قدامنا. والله العظيم يا عمر انا عمري ما انسى الموقف. عاملين كده بيتفرجوا وجمهور الاهلي بقى ايه واحنا من تحت شمال بلاش شمال وسامعين بقى صوتنا اللي هو الله ده احنا مسكتينهم. تيت. لا مش تيت. لو تفتكر قبليها نزل لعيبه الوداد بالبدل. كانوا لسه جايين نازلين يتفرجوا كده على الملعب يشوفوا الاجواء بتاع. الجمهور قام مديهم تحيه بس اللي هو تحتاني كده اللي هو مش تحيه جامد. مش طاقتي خالص. اللي هو تحيه بس على الخفيف اللي هو احنا بنوريكم حته كده بس. وبعدين لعيبه الاهلي نزلت سخنت صفافير. ممكن تتخيل انها يعني ممكن صفافير ماشي. وبعدين نزل لعيبه الوداد تسخن تشجيع وبداوا يشجعوا. وبعدين سكتوا. اللعيبه بتسخن بس هم قاموا مدين هدوء برضو. خرج الوداد بقى خارجين عشان خلاص يلبسوا بقى لبسهم وينزلوا الملعب بقى عشان الماتش هيبتدي. صمت. قاموا عاملين صمت. حيوهم وهم خارجين شكرا. صمت. اتفرج بقى واللعيبه نازله جو تاني خالص. خلاص انسى. لا 90 دقيقه الجمهور ما بيسكتش. وبعدين بقى خلي بالك ما عندهمش مبدا بقى اصل اولى ما بتشجعش عشان اولى دي الفئه. لا 3 لا 3 يعني. عايز اقول لك عندهم تشجيع. 3 بتقول حاجه فاولى بترد بتشجيع عليهم. يعني هو في كورال مقسم. واحنا عارفين بنقول امتى. والله العظيم تانية بتقوم 3 ترد يقوم اولى وتانية مع بعض يقوم 3 واولى مع بعض. الدخله اللي هو تحس ان انت الدخله شكلها مرعب. الدخله كمان شكلها مرعب. فكل حاجه في الملعب ده مرعبه. فانا بقول لك ان الحكم بيتاثر. ما فيش بني ادم اذا كان انت كمشجع للفريق الخصم بتتاثر. فما تقوليش ان انت كحكم مش هتتاثر. قراراتك كده تبقى بتتاثر. مش بتتاثر بس هو بيبقى في عامل ضغط. وده اللي بيبقى مطلوب من الجمهور بالظبط. ان انا بضغط على الحكم ان انا بيبقى العامل ده معايا. فعشان كده سالتك قلت لك لو هي كوره. لا كوره انا بقول لك الاهلي افضل. لان الوداد كمان مش في احسن حالاته زي السنه اللي فاتت. الوداد مغير اكتر من مدرب السنه دي. الوداد مش متصدر الدوري. اظن الجيش الملكي لغايه قبل ماتش الفاينل كان الجيش الملكي هو المتصدر. مش فاكر الوداد معرفش بقى حصل جديد ان الوداد بقى راكب في الدوري ولا لا لسه هو التاني ماشي. فانت بتتكلم برضو ان الوداد مش في احسن حالاته ومش في افضل احواله. وعنده السنه اللي فاتت كانوا اقوى وكانوا احسن من كده. وكان معاهم وليد الركراكي كمان. كان كمدير فني. وبعد كده راح هو مسك مدير فني المغرب. والمدير الفني ده لسه جديد. فكوره لا الاهلي احسن. فنيا الاهلي احسن. الحاجات دي كلها تخلي ان الماتش 50-50. تقول لي مع ان الاهلي عنده افضليه ان هو كسبان 2-1 في مصر. ودي افضليه بالمناسبه. انا ما اعرفش ليه الناس محسساني ان الاهلي خسر. لا هو الاهلي ما خسرش. ده اللي اتكلمت فيه حتى. احنا يا جماعه كسبانين. انا يعني الناس كانت متوقعه ان انا هاجي متشائم. هو ده بصراحه اللي ضايقني بعد الماتش. انا استغربت كل لعيبه الاهلي وهي خارجه بعد الماتش تخرج كسبان. ماشي. مش بس هقول لك ليه. هقول لك عشان هم عاشوا الاجواء دي
فعارفين الاجواء دي هناك هو رايح ليه ازاي. هو عارف، هو عارف مش غير هيجي جون هو عارف ان هو كان عنده فرصه، كان عنده فرصه انه يخلص في مصر. ده اللي زعل الناس، ده اللي زعل اللعيبه. افضل ماشي، انا على عيني وعلى راسي، بس انا بس دايما بكون مؤمن بجزئيه، ان انت لو عقليتك ان انت هتروح هناك بالعقليه دي ما تروحش. لا ملهاش علاقه، مش عقليه. هو زي ما بقول لك هو عارف. جو انا بقولها لك بشكل واضح وصريح، وانا راجل اهلاوي وممكن الناس تتضايق. انا حسيت كل لعيبه الاهلي وهي خارجه باصه في الارض، انا هروح هناك هخسر. انا ما شفتهاش كده، انا شفتها، انا بقول لك انا من منظور بره خالص. انا شفتها ان هو زعلان ان هو ما حسمش في القاهره، لان الاهلي كان عنده فرصه في ماتش القاهره انه يقدر يخلص اكتر من كده. على منظور حلو، ممكن يكون بعض اللعيبه عندها خبره، ممكن تبقى ميكس ما بين الاثنين يعني ما عندهاش. اتفضل يا فندم السؤال. بنجرب. سعيد نفسه انت بتتكلم باسم سعيد. باسم سعيد. سؤال من استاذ سعيد الهيثمي. لا مش سؤال، هو قال ايه؟ قال ان هو مبسوط ان الجون دخل، لان لو احنا كنا 2-0 كنا هنروح مرتاحين وكان ممكن نخش الاول في الثاني. لا صعب طبعا. انا سعيد اللي بيمنتج الحلقه سؤال منه تجارب على حلقه رزق الجمهور لايف، بيقول ان الواحد ده فوق الاهلي، المفروض الواحد ده يكون قرص الاهلي قرصه ان احنا ننزل هناك نحاول نجيب. بس انا اختلف على انا اكون كسبان، انا اكون كسبان 2-0 يبقى عندي فرصه انا اكسب 2-0. صعب جدا، صعب جدا يا جماعه. الاهلي يخسر 3 صعب جدا، صعب تخسر 3 بس واحد قربت، واحد بقت عندك فرصه. 1-0 ده 1-0 كمان يخرجك. ايوه 1-0 للوداد خلاص. وده برضه بيطرح برضه مشكله ثانيه وسؤال ثاني، هو احنا امتى القانون ده هيتغير؟ فكره الجون بجونين ده هيتغير. بص هو دلوقتي القانون ده ماشي، انت عايز تغيره او لا تمام، بس هو دلوقتي هو مش مؤثر على ناحيه. انت لعبت 90 دقيقه عندك ورايح تلعب 90 دقيقه عنده، فهو حق ربنا رايح جاي. يمكن اعترضنا السنه اللي فاتت وكان من حقنا ان نعترض على فكره الملعب وبتاع، وكان عندنا وجهه نظر وقفلنا الملف ده، بس السنه دي الموضوع رايح جاي، ما عندناش مشاكل في فكره الذهاب والعوده. انت يمكن ما استغلتش الذهاب، وهو ده اللي كان املنا عليه، وده اللي مزعل اللعيبه، انهم كان عندهم فرصه بكل لعيبه حاسس تجيب اكتر. كهربا ضيع ما انت شفت حسين الشحات لما خرج عمل ايه؟ لو هو بيتبدل عمل ايه؟ لان كان ممكن تكسب 3-4 وكل لعيب كان حاسس ان هو كان فيها اكتر. يعني علي معلول لما وهو خارج زعلان وبتاع، حاسس ان انا اللي تسببت في الهدف، فانا زعلان. وعبد المنعم حاسس ان هو اللي شايل الليله، وكل واحد بقى مشايل نفسه الليله. ما حدش خلي بالك كولر لما طلع يتكلم بالذات كولر لما طلع يتكلم حتى قال لك انا مش بشايل اي حد الليله، يعني بالعكس كلهم ادوا بشكل كويس وكلهم لعبوا ماتش كويس. فانا شايف ان الماتش اللي جاي ده 50-50. الاهلي لو هو عايز يعدي الجيم ده، اهم حاجه ما يستقبلش هدف في اول تلت ساعه، نص ساعه كمان، مش تلت ساعه. يحاول يخرج بالشوط الاول متعادل، ولازم يبقى كولر محضر في دماغه سيناريوهات للماتش. بمعنى ايه؟ انا لو استقبلت جون هعمل ايه؟ طب انا هلعب اصلا وانا نازل في اول الجيم، هلعب ان انا اسجل هدف، العب ان انا، لان في حاله ان هو يسجل هدف فهو بنسبه كبيره برضو انا شايف ان الحل الوحيد انك تنزل تهاجم، تنزل تفاجئ صعبه، تمسك نفسك اول ربع ساعه، ودي مهمه جدا. انا نزلت خايف وبدات البس جون. انا عايز افاجئهم، انا عايز اخلي الموضوع انت لو ما مسكت كوره وقدرت ان انت تستحوذ، الاهلي اقوى بكتير فنيا زي ما انت قلت. فانا لو قدرت ان انا افصل نفسي من الاجواء والعب كوره بغض النظر انا بلعب في انهي مكان، انا ممكن اسجل بدري واخلص الماتش ده يبقى خلص. انا عايز اسالكوا سؤال. ظروف الملعب والاجواء بتاعه الملعب بتخلي اللعيب غصب عنه حتى لو هو واخد تعليمات اللي هو يمسك كوره ويلعب وبتاع تبقى كش، صح؟ مش بمزاج، اصل دي حاجات مش بمزاجك. بس اظن ان بقى عندهم خبره، اظن ان بقى عندهم جلد اكتر. بصراحه بالشكل اللي انا شفته من اللعيبه وهي خارجه، لا ما حسيتش حسيتهم قلقانين. ومعلش يعني مع احترامي ده دور مدير فني انه يأهلهم نفسيا، ودور الكابتن الفرقه في ارض الملعب. انا مش شايف انه كابتن الفرقه في وجود محمد هاني هيعرف يعمل ده. وخلينا نطرح بقى تساؤل تاني من بعيد، هو الشناوي ولا مصطفى شوبير اللي يلعب؟ هو غالبا الشناوي اللي هيلعب. انا شايف انه لو شوبير مكمل حتى لو الشناوي يرجع من الاصابه، انا شايف مصطفى شوبير يلعب. لا انا شايف الشناوي طبعا. انا شايف الماتش ده مش مستحمل بغض يعني بكل كلامنا الجميل على شوبير، الراجل ادى الدور